اساسا، وكمان هيمسك مكان ابوه ايه ده؟ مفيش بصي هكلمك بعدين. طلع الدور كام؟ تالت. طلعت انا معوض. وايه اللي دخلوا الشغل عندي ده؟ مستني حضرتك من بدري والله. انا لسه جاي افطر بس واشوف لك اللي انت عايزه. ماشي براحتك، اتفضل. ممكن بس تخلصي الورق ده؟ اصبر ان الله مع الصابرين. صباح الفل يا سيد الكل. قالت خلصي المصلحة دي وحياة أبوك ودي قهوتك، بس بسرعة عشان أصحى. حبيب قلبي ما تقول كده طيب يا عم. سيب سلميها حاجتي وحياة ابوك. ايه اللي هو بيعمله ده؟ الو. هو انا في الشغل بس بصي، هو في حاجه كده بتحصل بس انا مش فاهمها. هشوف بس هتنتهي على ايه وهتصل في عيني. ايه؟ حاضر. يلا باي باي. في نفع يابا، في نفع.
بتكلمني انا؟ ايوه بكلمك انت. انت داخل هنا تعمل ايه؟ ايه اللي داخل هنا بعمل ايه؟ شقتي. شقتك ايه؟ شقتي انا. شقتك ايه يا عم المجنون انت؟ انا هتجنن فعلا. انت مش شايف احنا شبه بعض ازاي؟ بقول لك ايه؟ لو شبه بعض نبقى جنب بعض. فكك ما تضيعليش الدماغ اللي انا عاملها. بتاخد مكاني ليه؟ صباح الخير عليكم. مع برنامج شباب في شباب، معاكم احمد بلبع، ومعانا النهارده ضيوفنا الكرام العمرين، دكتور عمرو حمزاوي ودكتور عمرو الشبكي. بس قبل ما نبتدي مع ضيوفنا حابب اكلمكم عن اخلاق الميدان. النهارده طبعا يوم مميز، النهارده 25 يناير وعدت سنه على الثوره. وفي اول ذكرى للثوره حابب اكلمكم عن روح واخلاق الميدان اللي لمستها بنفسي هناك. ظهرت المعدن الاصيل لكل واحد فينا، ظهرت اخلاق كتير جميله كان نفسي تستمر. في ناس كملت في ده، وفي ناس رجعت زي الاول، وللاسف في ناس رجعت اسوأ من الاول. ظهر في الميدان 3 كلمات كنت حاسس ان هما خلاص هينقرضوا وعمري في حياتي ما هسمعهم تاني. ال3 كلمات دول هما شكرا، اسف، ولو سمحت. قد ايه دول 3 كلمات جمال وعظام، نفسي نعلمهم ونرسخهم جوه انفسنا ونعلمهم لاولادنا. انا فاكر بعد الثوره على طول انتشرت ورقه كان فيها سلوكيات غلط لازم نبطلها، زي الرشوه، التحرش، الغش في العمل، والتدخين في اماكن مغلقه. كان فيها سلوكيات جميله كان لازم نحافظ عليها واديناها بنفسنا، زي النظافه لما نزلنا ونظفنا شوارعنا وميداننا، والمرور لما قدرنا ان احنا ننظم ميداننا. حاجات كمان كتير كان نفسي يتم استغلال حاله التفاؤل والامل اللي كانت عند الشعب وقتها عشان نعمل انجاز كبير لمصر. لكن للاسف خلال السنه ما شفناش غير معارك سياسيه على الكراسي وبس. لازم القيادات تفهم ان شباب مصر اهم مواردها، واننا كشباب قدها وقدود. مصر محتاجه لنا واحنا مستقبلها.